يود السلام عليكم. يود هسولف لكم قصتي مع أول صديقة تعرفت عليه ببجي موبايل. بس يود قبل ما تبلش هاي قصتنا اريدك تجيب كوبك المفضل، اريدك تجيب شي تاكله وتفرج على القصة. يولد والله العظيم حرف واحد ما حكذب بي، بس يولد اطلب منكم طلب، اريدكم تكتبولي بالتعليقات يا بيناتنا غلطان اني لو هو. بس يولد حاولوا هذا الفيديو شكل ما بيكم وصلوا لايكات، اريد يصعد الا هو ان شاء الله يشوفه. يولد احسف لكم القصة. تقريبا نزلت البوبجي موبايل ب2018. نزلت البوبجي اني تعرفت على شخص اسمه حازم الله يذكره بالخير. واقفين احنا باللوبة قال حازم حجيب شخص رابع. قلت له تمام ضلعي. المهم هذا حازم دخل الشخص الرابع ويانا، نزلنا ذكر المطار. حازم انقتل، حبيبته انقتلت، حازم ضاج وطلع، بقى رقم 1 وبقيت انا رقم 2. قلت له حب رقم 1 لا تبش عليهم. المهم الولد انقتل، قلت له انتظر نطلع سوية. المهم صدق والله الولد ما قصر، ظل يشاهد بيا وانا انقتلت. هنا طلعنا ضفته بالبوبجي ظلينا نلعب سوية. المهم مرت الايام قوة صداقتنا، صرنا احنا والولد اصدقاء كلش. الولد يعني قد ما احبه حسبته اخوي الثاني، بس ولد يعني لا تاخذونه غير شي عبالكم اني مثل ولد جيل وشي، حسبته مثل اخوي يعني وصديقي المفضل. الولد هنا قوة صداقتنا، صرنا اصدقاء 4 سنوات، يعني الصداقة مالتنا تقريبا صارت 4 سنوات. كنت الولد كلش اخاف عليه، كنت ما دخلوه عالم يعني يتجاوزون علي لو شي، كنت اعلمه كلام راقي، كنت ادخله عالم راقي، كنت كلش اخاف عليه، كنت احس باخوي الثاني، وكان هو صغير وانا اكبر من يمه، كنت انا افتهم. المهم مرت الايام قالالي كمال، قلت له قول. قال انا اميتي بالحياة يا اخي عده حساب بانفور ثلجي، قلت له صار من عيوني. المهم مرت الايام عندي ولد صديقي اسمه محمد الله يذكره بالخير. قلت له محمد اطلب من امك طلب، قلت له قال اطلب، قلت له اريد حساب من يمك. الولد صديقي بس مجرد يلعب. قال لي كمال الولد صديقك ثقة؟ قلت له ثقة. قلت له على مسؤوليتي الولد خطيه محمد كلش يثق بيه. قال لي شو اسمه كمال تمام احطك اياه. صدق والله شال الحساب بطال صديقي. صديقي ظل يلعب بالحساب، صديقي شفته متونس ويضحك ويصور. الولد انا كلش فرحت له وكيفت له. تمام مرت الايام ايش قلت خلنا اختبر صديقي. يولد تدرون ايش سويت؟ سحبت الحساب من يمه ببجي موبايل. الولد شفته لا يراسل لا يسأل، الولد كلش تغير علي. اريد اعرف شنو السبب، قلت ما يصير احكم علي. المهم مرت الايام عند اخوي الله يذكره بالخير، قلت له اخوي، قلت له اريد حسابك. المهم اخوي خطيه ما قصر ويا اخوي، طاني حسابي، شلت الحساب وطيته صديقه هذا سيف اسمه صديقي. شلت له الحساب صديقي، رجع ظل يراسلني وظل يسأل عليه وظلينا نرجع سوي وظلينا نلعب احنا سوي. مرت الايام قلت خلنا نسحب من يم الحساب. سحبت الحساب شفت الولد تغير علي. الولد يولد ما يسأل علي لا يراسل، الولد تغير كليا. مرت الايام رجع وياه ظلنا نلعب احنا سوية. المهم يولد انا قلبه طيب. مثلا انا اتعارك ويا صديقي، لا اتعارك وياه شوينا ارجع له صالحه، لا اتعارك وياه مثلا نقول يومين شوينا رجعت له هيك، يعني قلبه كان كلش طيب. وكان الولد يسكت، لا من اتعارك وياه ما يتجاوز عليه ولا يغلط، يعني كان كلش يسكت ما يسوي اي شي وما يتجاوز بيه طبيعة حلوة، كان كلش يحترمني، ما كنت اكبر من يمه. المهم هنا مرت الايام العب وياه الولد وكذا. مرت الايام الولد فجأة اختفى، كنت انا اكثر بكان اتواصل وياه على الماسنجر، اراسله ما يجاوب الولد. مرت الايام مرت تقريبا اسبوع. يا اخي لقيت الولد سامح الله صار شي بي. المهم دخلت على الخاص، يابا محتاج شي انا مثل اخوك قول عليك الله والله تحلف بي. قال انا كل شي ما بيه. المهم فجأة عند ولد اسمه حيدر واقفين احنا باللوبي، صديقي سيف فتح البوبجي. انا ما صدقت، دزيت له دعوة قلت له شلونك اخبارك الله تسلم عليه. هذا صديقي يعرف هذا صديقي سيف. حيدر ايش قال سيف؟ غلط علي، قال له هيك من والدك، يعني ما سبه يعني هيك بيناتهم شقة. هذا ايش قال له سيف؟ قال له انا ابوي سامح الله ابوي خطية، قال له انا ابوي بي مرض مال السرطان، انت ليش تتجاوز على والدي؟ وانا بعد كمال انت بعد ما هتشوفني 5 سنوات بعد ما تشوفني. وات هابن شنو 5 سنوات انا بقيت صافن. المهم قال هذا صديقه حيدر وحذفه، انا بقاني ما حذفني. الولد اراسله ما يجاوبني، الولد كليا الولد يعني لبسني ما يراسلني خلاص. مرت الايام اجاني طلب من شخص، هذا الشخص سولف لي على هذا صديقي سيف، يطلع شنو جيرانهم ويداوم وياه مثل مدرسة. سولف لي القصة مال صديقي، قال لي انت اسمك كمال؟ قلت له اي. سولف لي القصة بكملها،
قال لا هذا صديقك يلعب بحساب مال ولد صديقي. المهم انا من شفته هيك انصدمت. تخيلوا يا ولد، صديقي باعاني على مود حساب مال ببجي موبايل، صقدوا بالله على مود حساب مال ببجي موبايل تغير عليه. يعني ما ادري شو اقول بالفيديو، وانا اسف لخافت عبالكم انا ما اعرف اسولف له شي بالقصة. بس ولد يعني انا مقهور. ليش انا مقهور يا اخو؟ يعني شو يا ولد، شو اقول لكم، صداقتنا 5 سنوات صارت، يعني 5 سنوات يا ولد ترى مو شوي، يعني ترى هواي. وكنت الولد كلش احبه، وليه هسه انا احبه وحاسبه مثل اخوي. بس يا ولد الولد بعد راح، كل واحد بطريقة، والولد حكى علي. ويعني من ذول الولد اللي يلعب وياهم مطين الحساب يش قد، يعني شلون اقول لكم، قدامهم يتفيك وكذا ويحكي علي ويطلب بيه، ومن هاي سولف انا ما طيت بيه وراح حكيت عليه. بس من اعطوني يعني الاثبات هو حاكي عليه وكذا، انا بعد هنا يا ولد ما قاومت، حكيت عليه بس مجرد بس بالبوبجي، بس اسراره ما طلعتهن خلاص. بس هو ولد مع الاسف يعني اسراري كلهن طلعهن، وفضحنا فضيحة الله. وولد مع الاسف يعني بعد هي شلون اقول لكم، الثقة بعد الزايدة من تعطيها البشر تعطي اكبر من قيمته، غير شي تتفاجأ بيه. بس يولد انا انصدمت بيه من شفته هيك سوى بيه. يولد كل يعني شو اقول لكم، كليا اتدمرت. البوبجي ظليت ما ادخل اصدقائي قالوا له شبيك، ما اقول لهم اكذب عليهم، قالوا ما كل شي ما بيه. المهم يولد انا ما مقهور على شي، بس شنو يولد اكثر شي قاهرني تدرون شنو؟ يا اخي 5 سنوات هنا يا ولد، على مخلفينه طفل. والله يا اخي 5 سنوات هنا هو ورا كني عادي. بس يا ولد الولد حتى لو حيسمعنا بهذا الفيديو، انا اتمنى لك الخير والافضل قادم بعد، واتمنى لك الخير، وكل واحد يروح بدرب، وحبقى احبك واحسبك مثل اخوي، ما شو اسوي بعد. وولد انتهت القصة مالتنا يا ولد. بس اسف لا تشوفوني ترى ما اعرف اسولف، بس ولد ترى متوتر من سوالفة القصة يا ولد، ترى بارد. واحبكم، اذا تريدون استمر بالقصص كتبوا لي بالتعليقات.